تخيل إن حد في عمر 15 سنة يدخل في غيبوبة تستمر 20 سنة. ده مش فيلم رعب، دي قصة الأمير النائم. مين هو الأمير النائم؟ اسمه بالكامل الأمير الوليد بن خالد ابن طلال آل سعود، حفيد الملك عبد العزيز. ايه اللي حصل له؟ ايه سبب في الغيبوبة أصلا؟ تعالوا نسمع. كان عمره 15 سنة في 2005، وأثناء تدريبه في لندن اتحطم دماغه بعد تصادم بشع وتسبب في نزيف داخلي هو اللي عمل الغيبوبة الطويلة دي. اتنقل لمستشفى الملك عبد العزيز في الرياض، وتوصل على أجهزة دعم حياة اللي هو أنبوب تغذية وتنفس صناعي. وعلى مدار 20 سنة الأب الأمير خالد بن طلال رفض يفصل عنه الأجهزة، وفضل متمسك بالأمل رغم المدة الطويلة. كان في أيام بتظهر فيها إشارات بسيطة، يعني ممكن يحرك صباعه، ممكن أي جزء في جسمه يتحرك على بسيط كده، وده خلى الناس تؤمن إنه ممكن يقوم. لكن الإدراك الكامل للأسف ما حصلش. طبعا دلوقتي عرفنا ليه لقبوه بالأمير النائم، لسبب بسيط إنه نايم لمدة 20 سنة يا جماعة. قصة مفجعة شدت انتباه العالم العربي، وفي نفس الوقت ولدت حالة تأمل، وإن احنا نفكر كده في الموضوع بشكل أعمق. في الشهور الأخيرة انتشر فيديو على بعض المواقع اتقال فيها إن الأمير صحي من الغيبوبة، لكن اتضح إنه مش هو، والشخص ده طلع راعي سباقات سعودي مختلف اتشاف وهو بيتعافى من إصابة في الحبل الشوكي، وده بيظهر خلل في المصادر، يعني كانت مجرد شائعات. وبعد كده توفي الأمير النائم يوم 19 يوليو 2025 عن عمر 36 سنة، والخبر اتأكد، والجنازة اتعملت يوم 20 يوليو في الرياض. صلاة للرجال بعد العصر بالمسجد، وللنساء بعد الظهر في المستشفى. الأب كتب بقى كلمات مؤثرة قال فيها: بقلوب ملأى بالإيمان بقضاء الله وقدره نودع ابننا. ليه القصة دي تعتبر غريبة شوية؟ لأن الغيبوبة الطويلة دي مش بس حالة طبية، ده كأنه انتزع من الزمن. انتوا متخيلين 20 سنة في غيبوبة، لا حصل أي تطور في حالته إنه يفوق منها، وفي نفس الوقت ما ماتش 20 سنة كاملة. وفي آخر الفيديو رغم كل المعلومات دي، بس هي قصة مليانة وجع وعزيمة، وفي نفس الوقت فيها إنسانية بتتحدى المنطق والطب. ربنا يرحمه ويصبر أهله. السلام عليكم.